السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايه لكم بوصفة اقتصادية جدا، تنفع غدوة تنفع عشوة. عجة البطاطس. هنا معايا بيضتين طبعا حاطه عليهم فلفل اسمر. تمام. هنا معايا كوباية مية. هنا معايا نص باكو بيكنج باودر. شايفين البيكنج باودر عامل رغوة ازاي؟ احط حبة ملح، كزبرة ناشفة، واقلب الكلام ده كله. وعندي كوباية دقيق اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا حطينا بيضتين، فلفل اسمر، كوباية مية، كوباية دقيق، ونص باكو بيكنج باودر. اقلب الكلام ده كله مع بعضه. بصوا يا جماعه بقت عامله زي الكيكه ازاي اهو. وده القوام اللي انا عايزاه اهو. افضل اضرب فيها كده كده. وهنا معايا الخضار. بصوا اللهم صل على. هنا معايا بصل، ومعايا فلفل، ومعايا قوطه، ومعايا بطاطسايه اهي كبيره فرماها بشرها، ومعايا كزبره خضراء. يبقى بصل وفلفل وقوطه وبطاطس وكزبره خضراء. احط الخضار ده كله، حاجه مفيده طبعا ومغذيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان البطاطسايه انا بشرتها فلونها ايه اغمق شويه، حطيت لها شويه ملح مع بعضه. بسم الله. أكلة اقتصادية وجميلة، مش مكلفة، وهتعجبكم يعني. صحبات العيال زينا كده هتشبعهم. ريحتها اللهم بارك ما اقولكمش. هيكون عندي صينية دهناها زيت او سمنة، معفراها بالدقيق، واحط الخليط ده كله عليه. اللهم بارك. صينية اهي، حاطه لها دقيق وزيت. احط الخليط ده كله على فرن 180. هتاخد حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع. خلاص كده اهو. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة سهلة وبسيطة خالص. عايزاكم تقولوا لي رأيكم ايه، وعايزة دعم منكم، لايك، اشتراك في القناة اهي. واحطها فين؟ في الفرن.